دورها الأول وأمام لجنة التحكيم في أرب آيدل انبهر العديد بصوتها، بل الملايين من الجماهير صوت لها، أحبها، فكانت وبكل جدارة محبوبة العرب. رحبوا معنا بسلمى رشيد. أهلا وسهلا بك يا سلمى، ومنورة بعمان، وكل عام وانت بألف خير. أنتم بألف خير، وأنا طبعا جد سعيدة بتواجدي معكم. طبعا هذه مش أول زيارة لي ومش أول حفل لي في الأردن، ولكن هذا أول حفل رأس سنة هنا في الأردن، فجد سعيدة أنني نستقبل سنة جديدة مع حبايبي بالأردن، وإن شاء الله تكون حفل ناجح، ويا رب سنة 2015 تكون كلها خير وسلام وأمان على وطننا العربي كافة يا رب. إن شاء الله. أهلا وسهلا بك. طبعا نحن محظوظين بكل فترة عيد بتكوني متواجدة بعمان، سواء بعيد الأضحى، عيد الفطر، وهالمرة براس السنة. أهلا وسهلا بك سلمى. يعني منذ البداية ومنذ نعومة أظافرك وأنت تعشقي الفن، يعني من الطفولة وأنت داخل العالم تصميم الألعاب وتصميم الأزياء، تألقتي بهذا الموضوع، من ثم درستي الاقتصاد، ثم إلى الإعلام، إلى الفن. هذا التنوع يعني سلمى، من التصميم إلى الاقتصاد إلى الإعلام إلى الفن والغناء، على الرغم من عمرك بعد صغير إن شاء الله العمر كله يا رب، فكيف هالشيء؟ صراحة تصميم الأزياء هو مجرد هواية بالنسبة لي، يعني مثلا احيانا كنحب فستان في مخيلتي ما كنلقاش متواجد في الاسواق، فلما لا ما نصمموش لنفسي، انما ما متاخداهاش كمهنه او لا ابدا، مجرد هوايه شخصيه لي انايا. الفن يعني ملي كنت صغيره انا من عشاق الاعلام وكذلك والفن اكيد، فكنت يعني كنتذكر من وانا صغيره لحد الان عندي فيديوهات بابا واخذ لي فيديوهات. تاثرتي بالوالد، الوالد كان عنده صوت قوي، صوت بابا جميل، صوته حلو. فتاثرتي بالوالد بطريقه الغناء بالاسلوب. طبعا يعني شوف احنا المغاربه اصلا متربين على الطرب، يعني متربين على ام كلثوم، عبد الحليم حافظ، مستحيل تلاقي مغربي ما حافظش يعني فيعني تاثرتي كنتي ببيئه فنيه طربيه، اخذتي الطرب وابدعتي فيه. بابا عازف عود، بابا عازف عود، ولكن بابا اصلا كان مع فرقه موسيقيه زمان ايام المراهقه، يعني فاش كان هو مراهق كانوا فرقه موسيقيه وما كملوش وجيت انا. تماما. يعني سلمى، نقطة التحول بحياتك هي دخولك لبرنامج أرب آيدل ووقوفك أمام لجنة التحكيم وانبهار لجنة التحكيم بصوتك. خبريني عن هاللحظة بداية، وعن مشاركتك بهذا البرنامج، وقديش هذا الشيء أضاف إليك وعمل شيء كتير كبير، نقطة تحول بحياتك. صراحة يمكن أرب آيدل أنا أكثر مشتركة غير حياتي، يعني من أحتى لزيد، احنا كنقولوا بالمغربي، يعني من A to Z. ف يعني أنا من الجامعة، أنا عمري ما غنيت على خشبة مسرح، عمري ما غنيت مع فرقة موسيقية، عمري ما غنيت أمام جمهور، فكانت أول إطلالة لي على التلفزيون كانت على برنامج أرب آيدل MBC، شي حاجة اللي عنات لي أنا بزاف أكيد، وفي نفس الوقت غيرات يعني فعلا أنا مثل ما ذكرت بالمقدمة على الفعل، يعني كان في انبهار كثير بصوتك بالعالم العربي أجمع، وطبعا الجمهور صوت لك، حبك، حب صوتك، حب أدائك. متذكرة أول أغنية قدمتيها بأرب آيدل أمام لجنة التحكيم بتجارب أداء؟ يا منيتي. نسمع مع بعض؟ يلا. يا منيتي يا سلا خاطري وانا احبك يا سلام، ليش الجفا ليش تهجرني وانا احبك يا سلام، يترنم على المال عشير قمري الرود على غصن السلام، يترنم على البال عشير قمري الرود على غصن السلام، يترنم على البال عشير قمري الرود على غصن السلام، يذكرني بأحبابي، يذكرني بأصحابي، يذكرني بأحبابي، يذكرني بأصحابي، وبكاني الغرام وأنا أحبك يا سلام.
وكلنا حبيناكي وكلنا بنحبك بصوتك بأدائك وهذا الصوت الأنثوي الرائع اللي فعلا شد ملايين المشاهدين. يعني برنامج أرب آيدل ظهرت فيه سلمى رشيد كفنانة صغيرة بالعمر لكن صوتها قوي شجاع، تمتلكي قاعدة جماهيرية كبيرة لكن رصيدك الفني هو صفر. طبعا بديتي بعد أرب آيدل وبديتي بإحياء حفلات عديدة بالعواصم والدول العربية منها الأردن، أول حفل عمان هي أول حفلة بالأردن. جميل. بعد أرب آيدل وعدة حفلات بدول الخليج، حصلتي على عدة جوائز وأوسمة وكنت سفيرة لعدة أمور للنوايا الحسنة وغيرها. بدينا نتكلم عن إحساس هي الابن المدلل هو الأول برصيدك الفني، خبريني عنه كيف كان وكان كلمات ألحان الفكرة من إحساس كلمات محمد رفاعي، ألحان محمد رفاعي وأحمد إبراهيم، توزيع أحمد إبراهيم. إحساس أغنية كتمس أي شخص كيحب أو مجروح حلو أو مبسوط، يعني يمكن يغنيها المجروح، يمكن يغنيها لك كيف ما قلت لك اللي كيحب، اللي حب يعني عايش حب سعادة وكذا. لقيت فيها نفسي، حسيت انها اغنيه مميزه، اغنيه كلها احساس. طبعا يعني كلمات محمد رفاعي والحان محمد رفاعي واحمد ابراهيم. حلو. طيب بدنا نسمع منك مقطع بعدين نحكي اكثر عن احساس. يلا. احساس عمري ما حسيت وانا من غيرك، عايزك وخلاص، مش هكمل عمر انا من غيرك على اي اساس. ده انا حاسه انا بالغربه في بعدك، انا حاسه انا بالغربه في بعدك وانا بين الناس. احساس ما يجيش في العمر ده غير مرة وملوش اوقات، احساس بيغير بالمرة كل الحسابات. لو يقدر قلبي كان يتكلم، ده عيوني بتحضن وتسلم رغم المسافات. الله ما شاء الله عليكي، فعلا في احساس، في اداء، في يعني طرب بالصوت. سلمى، الحب بحياة سلمى، يعني على الرغم من سلمى بعد صغيرة بالعمر لكن في حب بحياتها. عم نشوف أثناء أدائك لأغنية إحساس فعلا حسينا في إحساس، في شخص أو حدا بحياة سلمى أعطاها هذا الإحساس لتأبدع لحتى تعطي ما عندها وأكثر وأكثر. لا ما في حب. شوف يعني ماشي بالشرط يكون حب شخص، يعني ممكن كان حب الوالدين، حب الأصدقاء، حب الجمهور. أحياناً أغنية ما كتكونش كتعني لك إنما كتعيشها، يعني إحنا كفنانين مجبر أنك تعيش الأغنية لحتى توصلها للناس. هذا ماشي معناه أنا اللي لازم نكون نحب لحتى نغني على ياما مجروحين وغنوا على الحب كشيء واو. وياما ناس يعني مبسوطة أكيد في حياتها وكيغنوا على الجرح. حلو. المميز بسلمى انها اتبعت اسلوب خاص لها، يعني خلص اول ما نسمع صوت سلمى فبنعرف انه سلمى مباشره ما قلدتي احد، ما اقتبستي من احد، اخذتي شخصيه مستقله بنفسك، لكن اكيد تاثرتي، اكيد في اشخاص من مثل اعلى بالنسبه لك بالغناء، فينا نعرف منهم؟ اكيد طبعا. انا قلت لك انا ام كلثوم، يعني أنا أول أغنية حفظتها كانت أنت عمري في حياتي، يعني أول أغنية حفظتها أم كلثوم، فتربيت على الجو الطربي أكثر. حلو. أكثر يعني عبد الحليم، من عشاق عبد الحليم حافظ. يعني الزمن الجميل، نرجع لورا. أكيد. ليلى مراد، يعني بزاف كذلك سميرة توفيق. طيب كنا عم نحكي عن الزمن الجميل، حابين نسمع منك شيء هيك على ذوقك تختاري لنا اياه لعمالقة الطرب. شو نغني لليلى مراد؟ اللي خلتني احبك. يلا اللي خلتني احبك
لا تلومني ولا تبكلي، خلتني أحبك. لا تلومني ولا تبك، فين أهرب من حبك؟ روح منك لله بدموع الحيرانة وعيوني السهرانة، بدعيلك بأمانة روح منك لله. بكتني في ليلة عيدي يا خسارة غرامي فيك، بكتني في ليلة عيدي يا خسارة غرامي فيك، وطفيت شمعتي بتنهيدي ودعيت ربنا يهديك. يا خاين ملكش أمان وريتني العذاب ألوان، يا خاين ملكش أمان وريتني العذاب ألوان. ليه ما شاء الله عليكي، ما شاء الله عليكي سلمى. سلمى يعني اول ما نسمع مطرب من المغرب العربي نتفاجأ احيانا كيف لهجته العربيه بتكون دقيقه وخاصه بالاغاني، يعني نحن نعرف انه اللهجه المغربيه تميل الى حد ما قريبه الى الفرنسيه وشوي ابدا بالعكس، يعني الى حد ما يعني كبلاد الشام والخليج شوي بيستصعبوا عليها تفاصيل الكلمات المغربية، وطبعا أكيد كل بلد لها عاداتها وتقاليدها، لكن المغرب العربي بشكل عام شوي لهجته أصعب لبلاد الشام والخليج العربي. نقدر نقول لك المشكل السبب هو أنا مثلا احنا كمغاربه لا يعني علاش واصلين مثلا وصلنا اللهجه الشاميه، اللهجه المصريه، يعني اللهجه الخليجيه، لان وصلنا الثقافات عن طريق الافلام، الاعلام والافلام يعني اكيد اشهر لهجه هي المصريه اكيد. فاحنا هذه هي مشكله المغاربه، ان يمكن مازال ثقافتنا الثقافه المغربيه الحمد لله بدك توصل عن طريق الاغاني، انما كافلام هذوك كي يعني كيساهموا بواحد النسبه كبيره في التواصل، في ان توصلك لهجتي كيف ما احنا وصلتنا اللهجه الشرقيه. نعم، يعني هي يمكن بدها مده لبين ما طبعاً الاشياء تتعلم اللهجه المغربيه. طيب الغناء بالمغربي اكيد دخلتي فيه، واكيد عندك اصدار شيء مميز جدا وهو فورفي. فورفي ماذا يعني فورفي بدايه؟ ونتكلم عنه اكثر. عليك ربحتيني فورفي، حكمنا الحب والحكم ضياني. عليك ربحتيني فورفي، حكمنا الحب والحكم ضياني. ويا ويلي علاش يزيد خوفي، دور الايام وتجي قصيدني. عليك فورفي كلمات مصطفى الكعواشي، الحان رضوان الديري. هي ماذا نعني بفورفي؟ بالفورفي هي توزيع كذلك رشيد محمد علي. أغنية كنعبر على الحب على فتاة غدرها شاب عن طريق ماتش كرة. يعني يمكن لحد الآن مازال ما تطرقوش الفنانين لهذه النقطة، فحبيت الموضوع أنني كنعبر على الحب، لأن أكيد إحنا حياتنا بصفة عامة مثل ماتش كرة، يعني أكيد بالحبيب والحبيبة لازم واحد غالب والثاني خسران. غير الفكرة الجديدة في الأغنية أنني يعني ربحتني فورفي. فورفي معناها أنا انسحبت لحتى أنت ربحتني. أوكي، هو غدر وخان، لكن أنا ما يعني ما تسناش مني أنني مازال غنواجهك. حلو. حلو. طيب فورفي حتتصور بطريقة الفيديو كليب إن شاء الله. إن شاء الله 2015 حيكون حافل أكيد. لا خبريني عن فورفي، طريقة التصوير ومتى وأين ومع مين التعاون؟ وأكيد التصوير إن شاء الله يكون يا بين المغرب أو لبنان، ولكن حاليا نخلي كل شيء يعني سربرايز. يعني خدامين على الموضوع، وان شاء الله كذلك كاينه اغاني ثانيه قريب من غتنزل
بلهجات مختلفة، فخليها سيربريز للجمهور ما نحرقوهوش. إذا بنوعد مشاهدينا إنه حيكون في فيديو كليب مصور لفورفي إن شاء الله. إن شاء الله. بس بعد لسه أي عاصمة أو أي مكان لا لسه ما تحدد. طيب حصلتي على تكريمات عديدة ومنها تكريم من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والعديد من التكريمات والجوائز طبعا بفترة زمنية قصيرة، يعني سنة بتاريخ الفنان هي بعدها لسه ولا شيء، لكن أنت ما شاء الله عندك خلال سنة استطعتي أنك توصلي لقلوب المشاهدين وتتكرمي. خلال هالسنة كيف بتوصفي سنة كاملة من الفن والتكريم وإعجاب وعشق الجمهور لك؟ صراحة كيف ما قلت يعني يمكن أنا أمور حصلت لي ما حصلتش مع فنان يعني يمكن عنده 20 سنة في الفن. يعني تكريم من رؤساء وكذلك سفارات يعني المغربية والسفارة العراقية كذلك كرمتني في المغرب. مهرجان موازين، مهرجان الدار البيضاء، مهرجان يا سلام، يعني اللي خصوصا يعني كيف ما قلت لك الاشياء اللي ضافت لي بزاف في مسيرتي اكيد، خصوصا مهرجان موازين اللي كتعتبر حاليا من اهم المهرجانات عالميا. كنت انا يعني لحد الان انا اصغر فنانه عالميا غنيت على خشبه مسرح موازين، فقدام جمهور بلدي اللي يعني استقبلني استقبال لا مثيل له صراحه. جمهور وتطوان ايضا تطوان كافضل فنانه صاعده لسنه 2013. فيعني جمهور المغربي والعربي كله يا رب يخليه لي ويخليه دائما جنبي، لان الفنان بدون جمهور اكيد لا شيء. واكيد يعني سبب هذه النجاحات اللي حققت راجع للجمهور. اكيد لانه هو بدعمه وبتشجيعه دائما غتبقى القدام. جميل جدا. وايضا التكريمات من كبار الشخصيات يعني مثل ما ذكرنا من رؤساء وغيرها، قد ايه برايك هذا الشيء مهم للفنان؟ قد ايه الدعم المعنوي مهم للاستمرار بالنجاح، للاستمرار بالابداع بالتالق؟ طبعا هذه تحيه مني لجميع الناس المسؤولين، كذلك للرئيس محمود عباس اللي يعني هذه مبادره جميله بزاف منه انه رئيس يستقبل فنانين. شرف كبير لنا انه كيعطينا دعم معنوي كذلك، فكنحب نوجه ليه تحيه كبيره، وكذلك يعني للكل لاي شخص كيساند وكيدعم سلمى رشيد. كيعطيونا دافع انك تقدم احسن ما عندك. جميل. سلمى كيف بتوصفي 2014؟ كيف بتوصفي 2014؟ كيف كانت لك 2014؟ 2014 عشت فيها مراحل كثيرة، عشت فيها ضغوطات اعصاب، فرح، حزن، اكيد كل شيء. يعني كانت سنة مليئة طبعا. على الصعيد المهني كيف كانت؟ الحمد لله كانت تمام. انا كذلك دراستي مع الفن كنحاول انني على قد ما نقدر انني نوافق بينهم. 2014 ولدت احساس. ولدت احساس وتفرفي. حلو كثير. طيب 2015 شو محضره ل 2015؟ شو هي المفاجآت اللي بانتظار جمهورنا ل 2015؟ ان شاء الله كيف ما قلت لك كاين الكثير ان شاء الله حفلات بمعظم الدول العربيه ان شاء الله غادي نصرح بهم عن قريب. وكذلك يعني برا الدول العربيه عندي تور ان شاء الله قريبا باوروبا. وطبعا كيف ما قلت لك اغاني ان شاء الله. اغنيه تقريبا تعتبر يعني قربت نكمل التسجيل. ان شاء الله تنال اعجاب الجمهور وفيها مفاجاه. حلو كثير. اكيد نحن دائما متعودين على سلمى بصوتها المميز ومفاجاتها الرائعه. سلمى انا بدي اشكرك واشكر وجودك معي، يعني ما شاء الله عنك نورتينا. وبدي اتمنى لك المزيد والمزيد من النجاح، وان شاء الله بشوفك واصل الى العالميه، تصل الى العالميه ان شاء الله. سلمى بدنا نختم معك، بدنا منك معايده لجمهورك 2015 وبدنا اغنيه نختم معك اللقاء فيها. يا رب كيف ما قلت في الأول الحلقة، يا رب إن شاء الله سنة 2015 تكون كلها خير وسلام وأمان
على الوطن العربي والشعب العربي كافة يا رب، من المغرب للأردن لمصر الخليج لبنان سوريا فلسطين جميع الدول يا رب. من المحيط إلى الخليج. من المحيط إلى الخليج أكيد. والجالية العربية في المغترب ما ننساهم أكيد. طبعا أكيد اخوات، احنا يعني كلنا يد واحدة أكيد كعرب. إن شاء الله يا رب تكون سنة أمل وخير، ويا رب يا رب أهم شيء سلام وأمان على وطننا العربي، ونشوفوا يعني نفرحوا جميع يعني هذه المأساة اللي كاينة حاليا تزول يا رب وتشدها. يعني ان شاء الله اللي عنده اي حلم حاب يحققه يا رب ان شاء الله يحققه في 2015. واكيد الانسان لازم يشوف حلمه كهدف، ماشي يقتصر على حلم فقط، لان كل شيء يعني ما كاينش شي حاجه مستحيله. نعم. يعني محبوبة العرب سلمى رشيد، بدنا نختم معك اللقاء بصوتك الرائع الانثوي، شو حابة تسمعي؟ نسمع أم كلثوم. يلا شو نسمع لأم كلثوم؟ شو ما بدك. أنت عمري؟ يلا أنت. يلا. رجعوناني لأيام اللي راحوا، علمونا ندم على الماضي وجراحه، اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا عمر ضايع، يحسبوه ازاي عليا، اللي شفته اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا عمر ضايع، يحسبوه ازاي عليا، انت عمري، انت عمري اللي ابتدى بنورك صباح، واللي ابتدى بنورك صباح، وانت انت عمري. سلمى رشيد محبوبة العرب، شكرا لك. ميرسي مع الميوزك خربطتني. تسلم. ميرسي.